السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واصحابي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا انا النهارده حبيت اشارك معاكم كده حاجة لطيفة وسهلة وسريعة، كمان يعني من ضمن الحلويات، بس طعمها تحفة جدا، فحبيت اشاركها معاكم واوريكم هي بتتعمل ازاي. بس قبل ما ابدا اللي انا اقول لكم انا راح اعمل ايه، ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا اعجاب للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتعملوا اشتراك للقناة. طبعا انا النهارده حبيت اعمل لكم بطاطا بالكريم الشانتيه. طبعا طريقتها سهله وسريعه، بس يمكن تكون في ناس يعني اول مره تسمع ان ازاي بطاطا بالكريم الشانتيه، بس انا اللي اخترعت الفكره ديت ولقيت طعمها جامد جدا، فحبيت اشارك معاكم الفكره دي. فيلا بينا نشوف هي بتتعمل ازاي وخليكم معايا. طبعا احنا معانا بقى دلوقتي البطاطايات، انا مش عامله كتير يعني، تمام. ومعانا ده اللبن على تلج للشانتيه والسكر والفانيليا. هنجيب بقى دلوقتي حاجة عشان نعمل فيها، تمام. معانا دلوقتي الطاسة اهي، هنحط فيها بقى البطاطا اهو، وتبقى جامدة بقى كمان وطعمها احلى واحلى لو حطيت عليها عسل ابيض، بس للاسف انا ما عنديش عسل ابيض. اهو حطيت البطاطا دلوقتي، لازم تكون متقشرة ومغسولة كويس. اهو هنحط بقى الفانيليا عشان تدي لها ريحة حلوة كده، والسكر. نحط لها ايه يعني 2.5 معلقة سكر كده، اهو 3 معالق يعتبر الا ربع. اهو هنولع بقى ايه عليها دلوقتي. انا خلاص ولعت على البطاطا، هسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها كده، يعني براحتها بقى تستوي خالص عشان احنا عايزينها مهروسه خالص. فيلا بينا بقى نعمل دلوقتي الكريمه الشانتيه في العجانه دي، فيلا بينا نشغلها. يلا بسم الله كده. دلوقتي هنرفعها الاول. الله اكبر. على فكره انا كنت عملت معاكم فيديو قبل كده على القناه القديمه، كنت عملت طريقه تشغيلها، تمام. بس انا بس هنشطفها. اهو غسلتها. نحط بقى الفيشه بتاعتها. قولي بقى ايه رايكم في العجانه بتاعتي القمر دي. اهو هي كده اشتغلت. هي مش قايده ليه؟ تمام كده، لما بتنزلي دي بتبقى شغال. احنا دلوقتي بقى ايه هنجيب بتاع المضرب البيض اهو، المضرب بتاعنا القمر هنركبه. خلاص كده. هنحط بقى دلوقتي الكريم الشانتيه، نفتحه بس. اهو فتحنا الكيس، بسم الله. انا جربت اعمل الكريمه الشانتيه ده بالمضرب اليدوي، بس في ناس قالت لي اللي هو بالمضرب ده في العجانه احسن. بسم الله. اهو نحط بقى ايه يعني حوالي 2-3 كده سكر اهو، وهنبقى ندوق برضو مسكر ولا لا. بسم الله. التلجية طلعت عليا انا. هو دلوقتي بتتجرب اهو بقى، هنستنى لحد ما يتقل عشان نحطه على البطاطا. بصوا يا جماعه اهو، شوفوا بدأ يتقل معانا اهو، تمام. فهنستنى بقى لحد ما يتقل خالص. خلاص كده اهو، خلاص يعني تقل. هنطفي بقى دلوقتي عليه. كتر الف خيرك بقى لحد كده، والله العظيم يا جماعه عامله شوفوا تحفه تحفه تحفه. استنوا كده بس هجيب لكم معلقه اوريكم الحلاوه والشيكه اللي هي معموله ديت، جميل قوي. شوفوا يا جماعه، شوفوا الكريم
شوفي تقول قوي ما شاء الله. انا اول مره اجرب اعمل الكريمه الشانتيه في العجانه بجد والله. انا لما كنت بعملها على ايدي ما كانش بوصل للمرحله دي، يعني ممكن اخف من كده شويه. لا بجد جميل 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 جدا. طيب احنا بقى دلوقتي عايزين ندوق السكر بتاعه. تمام استنى بسم الله. سكره جميل، سكره مظبوط برضه. يلا بقى بينا نشوف البطاطا استوت ولا لا. شوفوا يا جماعه البطاطا بتستوي معانا، يعني قدامها بس لسه شويه كده بقى وهنطفي عليها. يلا بينا بقى يا جماعه نشيل المضرب ونشيل كده بقى ايه الكريمه الشانتيه من الحله بتاعته دي. استنى بقى ايه اما اجيب، استنى اخليك كده متركب تاني. اما اجيب طبق عشان احوش فيه، هحوش في البتاع دي. بسم الله. طعمه بصوا في حتة تانية. انا عايزة اكل اصلا الكريم الشانتيه لوحده. اه والله من حلاوته انا عايزة اكله كده لوحده. الله، دي بقى ينفع للتورت يبقى جميل قوي. يعني تيجي مثلا لو راحت زينا تورته او كده ممكن تعملي الكريم الشانتيه في العجانة. عامة يعتبر في ناس كتير بتعملها في العجانة، بس انا اول مرة عن تجربتي اول مرة اعمله في العجانة، فبجد تجربة جميلة وتجربة ناجحة. ناجحة ايه بس ركزي يا مرسي. شوفوا الحلاوة، شوفوا الحلاوة ان شاء الله بجد. الله عامل زي القشطة كده. لا ده هيفيض منه على فكرة، هيفيض منه. هو انا يعتبر عاملة البطاطا يجي لها طبقين او طبقين ونص مثلا او 3 اطباق صغيرين، لكن مش تحتاج الكمية دي كلها. الله الله. لا ده انا اعمل كريم شانتيه وبيع جاهز بقى، ولا انتم ايه رايكم؟ انفع ولا ما انفعش؟ انفع بقى الكريم شانتيه جاهز ولا لا؟ ان شاء الله في مره والله هبقى اجيب هعمل ايس كريم فراوله او مانجا او باي طعم. لا مش باي طعم، انا هجيب الفاكهه واعملها بالكريم شانتيه واحولها للايس كريم. فاهميني ولا مش فاهميني؟ وهبقى اصور لكم برضو الطريقه وانا بعمل. طبعا احنا حاطين وقت البطاطا على النار تستوي اهو. الله انا هموت على الطبق. لا والله طعمه حلو. شوفوا الكيس يعمل الكميه دي، شوفوا بجد جميله. وكمان انا يعني مشغله على العجانه وقت زياده كمان عشان تعملي معايا كميه اكبر، كميه كتيره يعني بجد ما شاء الله. هي خلاص يا جماعه استوت اهي وانا هرستها شويه. تمام فيلا بينا بقى نحطها في الاطباق ونحط على الكريم الشانتيه. يلا بينا بقى يا جماعه للحظه الحاسمه اللي مستنياها من زمان. دلوقتي بقى يلا عشان نزين البطاطا بتاعتنا الجميله القمر اللي ام يوسف عاملاها. فيلا بينا بقى عشان نحطها في الطبق. بسم الله. ريحتها جميله قوي، ريحتها جميله قوي قوي قوي. الله انصحكم نصيحه من اخت انكم تقوموا تجربوها. عملنا طبقه بطاطا، نحط بقى الطبقه التانية كريم الشانتيه. الله الله يا سلام بقى لو في مكسرات تبقى طعمها بقى في حته تانية، في حته تانية مش تانية، ده 10 بقى طعمها احلى طبعا. ام يوسف ايه يا يوسف؟ ايه يا عم الحلاوه والشياكه والريحه اللي جايباني من اخر الشارع دي؟ ايه؟ لا 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 انت بتعملي ايه؟ مش عايزه بقى اقول بقى واحرق المفاجاه بقى. مفاجاه ايه يعني؟ ده الريحه دي جايباني هقول لك من اخر البلد والله. والله العظيم ريحه جامده. ايه ده يا بنتي؟ عشان تعرف بقى انت معاك شيفه. الله الله بجد. طب قولي انت بتعملي ايه؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. هو طبعا الطبق مش مبين طبقتين بس بصوا يعني هي تحفه تحفه بجد. طبق ايه وطبقتين ايه وايه اللي تحفه؟ اسكت بقى يا ابو يوسف والله بجد فرح حلو. لا ان شاء الله اقول لك، انا مش عايزه اقول لك دلوقتي، خليها مفاجاه ادوق بقى مره واحده عشان اصور للناس كده رد فعلك بقى. طب رد فعل على حاجه ما اعرفهاش؟ ماشي ما انت هتدوق بقى وتعرف. مش عارف انا حاسس كده اللي انت عامله دي بسبوسه.
بسبوسه صح؟ لا والله لسه هبقى اعملها. المشكله ان مناخيرها ما بتكذبش. والله ما بسبوسه. طب كيك ولا كيك. كنافه. انت لسه قلت تورته قريب يا ابو يوسف. طب كنافه ولا كنافه. امال دي ايه؟ ما تجننيش بقى يا ابو يوسف. بقول لك هنصور فيديو دلوقتي وانت بتدوق وتقول بقى ايه ده. انت اللي هتقول مش انا. يا جماعه انا دلوقتي ما اعرفش هي بتعمل ايه. انا بس شميت الريحه كده وانا في الشارع، قلت اطلع بقى اشوف الريحه دي جايه من عند مين اصلا. لقيتها جايه من عندنا احنا. تمام، يعني بسال الناس في الشارع يا جماعه حد عامل فيكم بسبوسه؟ الناس تقول لي لا ما حدش. قلت بقى يبقى الريحه دي جايه من عندنا احنا. فبطلع فوق لحد ما وصلت للشقه لقيت الريحه مقابلاني. دي تاني طبق. يبقى ام يوسف بقى اللي بتعمل بقى. طب بتعمل ايه؟ مش عايزه تقول لي، مش عارف ليه. انا مش هقول الا لما اخلص. بس خلي بالك. نعم. احنا طبعا هنصور فيديو تاني عشان تشوف رد فعلي. طيب رد فعلي انا هقول بصراحه. والله انا عايزاك تقول بصراحه اصلا. يا جماعه على فكره لسه بهرسها عشان في ايه؟ لسه فيها حاجه سليمه. لسه بتهرسها؟ انت بتعملها يا ام يوسف؟ ما يكونش مثلا اللي عامله رز ومعجن وبهرسه. مش عارف والله العظيم انت بتعملي ايه بجد. مش عايزه اقول بقى. بس ايه الحلاوه دي والشياكه دي؟ ايه الريحه الحلوه دي؟ والله العظيم ما انا عارف اقول لك ايه بجد. لا ده انت شايف انت واقف كده بالظبط. سبحان الله يا ابو يوسف. سبحان الله. انها لا تعمل الابصار فعلا. ليه بقى؟ انت داخل واقف قدام الرينج لايت بالظبط. يعني الكاميرا جايباني؟ لا والله بجد الكاميرا جايباني؟ لا الكاميرا جايه عليا بس انت واقف وراها بالظبط. يعني كمان خطوه والكاميرا تقوم واقعه عليا. والله بجد. والله. شوف يا جماعه ام يوسف الكاميرا اهو. يا سلام. فعلا والله. الله يا ام يوسف قسما بالله انا مشتاق اكل البتاع اللي انت بتعملها دي، اللي انا اصلا لحد دلوقتي ما اعرفش ايه هي. طيب يلا بقى روح نام يا ابو يوسف عم بخلص. اروح انام؟ هو انا هيجي لي نوم اصلا؟ لا هو بصراحه يا جماعه ريحتها تحفه. ريحتها تحفه وبجد ابو يوسف من حقه اللي هو يطلع كده جري كده يشوف ايه ده. الله. طب خلصيني بقى كده عشان عايز ادوقها. خلصيني. 3 اطباق دول حلال عليا بقى. حلال عليك ايه؟ طب عديني بقى كده. مش انا اللي تعبانه فيها؟ طب عديني. لا ما تعديش. طب يلا خلصي. طيب خلص. انا ما عدتش قادر. خلاص والله كمان 5 دقايق ونخلص. اوكي يلا بقى باي باي. يلا باي. باي باي. يلا خلصوا ده عليا. ماشي. طبعا يا جماعه اهو عملنا 3 اطباق بالصلاه على النبي. يعتبر بقى ده اخر طبق بقى بيتهيألي بقى. والله بجد الحاجه دي حلوه قوي. بس على فكره تتحط في التلاجة بقى ايه شويه تمسك نفسها كده شويه. خلاص يعني بتحطوها كمان 5 دقايق بالظبط ان هي بس تمسك نفسها. وبعد كده بقى طلعوها بقى والف هنا وشوف على قلبكم. تمام. الله. احنا بنحب طبعا الكريم الشانتيه. تمام. فانا عاملاه بقى ايه بمزاج كده. 4 اطباق. هنعمل كمان طبق يبقوا 5 اهيت. شوفوا يا جماعه 5 طبق. الطبق اللي مليان ده بقى ما شاء الله كده ان شاء الله يبقى بتاع ابو يوسف. طريقه سهله وسريعه وانت واقفه بتطبخي في 5 دقايق تكون عاملاها اهو. ما شاء الله ما شاء الله. انصحكم انكم تقوموا تعملوها دلوقتي اهو. على فكره في ناس لو يعني بردانه وكده حابه تعملها يعني بنظام حلويات الشتاء وكده ممكن تعملها وتاكليها كده ما تحطهاش في التلاجة. لكن لو عايزاها كحاجه اللي هي تطر على قلبك وكده يعني ممكن تحطها في التلاجة شويه اللي هي تمسك نفسها. لكن لو حابه تاكليها كده برضو عادي ما يضرش اهو. وكده عملنا 5 اطباق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. طبعا الطبق ده لو شفاف بقى كنت وريتكم الطبقتين اهو. بصوا بقى اوريكم المنظر عن قريب. بصوا يا جماعه الحلاوه. بصوا الحلاوه طعم بقى في حته تانية. يا سلام بقى لو في مكسرات. وبكده يكون فيديو النهارده خلص وعملنا الطريقه بتاعتنا القمر السهله السريعه البسيطه. فاتمنى ان انتم كاخواتي البنات يقوموا يعملوها دلوقتي لازواجهم او اخواتهم او اباتهم لاي حد في البيت. فاتمنى يا رب انكم تكونوا استفدتوا من الطريقه ديت وناس كتيره تعملها زيي وناس كتيره يعني تقول ان الطريقه دي بجد فعلا جميله. فده كان فيديو النهارده وخلاص كده خلاص. فما تنسوش بقى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش رد فعل ابو يوسف هصوره وهنزله لكم عشان هيبقى هيقول رايه بصراحه في اللي انا عملته ده قدامكم. تمام.
يلا سلام.